أقسم بالله 4 حاجات هتغير حياتك بإذن رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، وسيزول همك بإذن الله رب العالمين، وستكفى جميع همومك، وسيستجاب دعاؤك بإذن الله، وستقضى حاجتك إذا طبقت هذه الأمور ال4. وهذا ليس من عندي، وإنما هو بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا ما نتعرف عليها، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى المشاركة حتى يستفيد غيرك ويأتي في ميزان حسناتك، ولا تنسى المتابعة حتى تستفيد ويأتيك كل جديد، ولا تنسى أن تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبسم الله نبدأ. أول هذه الأعمال ال4 رقم 1 بعد ما توحد الواحد تقول لا إله إلا الله، أكثر من الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزول همك ويغفر ذنبك وتكون من أهل الجنة وتسعد بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في قصة أبي بن كعب لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا أجعل من دعائي صلاة عليك؟ فقال ما شئت ما شئت. فقال الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله الثلثين، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أأجعل دعائي كله صلاة عليك؟ قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا صليت على الحبيب 10 حين تصبح و10 حين تمسي أدركتك شفاعة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 2 ادعو باسم الله الأعظم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن من دعا باسم الله الأعظم استجاب الله دعاءه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في صلاته بعد التشهد وقبل التسليم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فقال الرجل اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. قال النبي قد غفرت قد غفرت قد غفرت. فادعوا الله باسمه الأعظم يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك. ليه؟ لأن اسم الله الأعظم إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب كما أخبر سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 3 لا تغفل عن الدعاء يوم الجمعة بعد صلاة العصر. ليه؟ لأن فيها ساعة إجابة. قال صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. الساعة دي وقت إيه؟ قال العلماء في أرجح الأقوال أنها من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب يوم الجمعة. أنت بقى من بعد العصر يوم الجمعة لا تغفل عن الدعاء، لا تغفل عن الدعاء، فرب الأرض والسماء يعطي السائلين. ولذلك قال ربكم سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى أنت علشان ربنا يستجيب دعاك لابد أن تدعو. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فأكثر من الدعاء فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك شيخ أنا دعيت كتير وربنا ما ادانيش حاجة، ده أنا بقالي سنين بدعي وما حصلش أي حاجة. خلي بالك من حاجة بقى، إذا دعوت الله سبحانه وتعالى وأخذت بأسباب الإجابة وابتعدت عن الأشياء التي تمنع قبول الدعاء ولم تستعجل ودعوت الله سبحانه وتعالى يعطيك الله بكل دعوة واحدة من 3: إما أن يعجل لك في الدنيا، وإما أن يدخر لك في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء بمثلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 4 برضو ده من شروط قبول الدعاء أن تحسن الظن بالله، دائما وأبدا أحسن الظن بالله. يقول ربنا سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي حديث آخر يقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأنت إذا أحسنت الظن بالله وسألت الله سبحانه وتعالى وأنت تحسن الظن به استجاب الله دعاءك وحقق أمنيتك وفرج همك وأعطاك ما تريد، لأنه سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض وخزائنه ملأ لا تنفد. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ذلك أني جواد ماجد عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأمره بعد الكاف والنون كن يكن بعدها الأمر الذي يريد سبحانه وتعالى. فاسأل ربك وأنت موقن بالإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فطبق هذه ال4 وسوف يتغير حالك بإذن الله رب العالمين، حالك هيتغير للأبد بإذن الله رب العالمين. ولا تنسوني من صالح دعائكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.